أغلب المواطنين الأردنيين بيمتنعوا عن التصويت. طيب ليش؟ معقول مش مقتنعين؟ الانتخابات النيابية المقبلة رح تشهد إجراءات جديدة وقانون مستحدث عشان يتماشى مع منظومة التحديث السياسي، وما وقفت هاي الإجراءات على تخصيص مقاعد للأحزاب وزيادة فرص المرأة في التمثيل النيابي، بل خفض القانون الجديد عدد الدوائر الانتخابية المحلية في المحافظات ل 18 دائرة. بنضاف للدوائر 18 دائرة عامة على مستوى المملكة مخصصة بس للأحزاب. تعالوا أحكي لكم تفاصيل العملية الانتخابية بشكلها الجديد. البعد الرابع، نظرة أعمق لتتضح الرؤية. اعتبر القانون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة فقط، فمثلا اعتبر القانون كل ألوية ومناطق محافظة الزرقاء على سبيل المثال دائرة انتخابية واحدة، وبنطبق هالحكي على 9 محافظات أخرى إلا عمان وإربد تم استثنائها من هذا الإجراء، واللي قسمت ل5 دوائر في المحافظتين. أولاً عمان، قلص القانون دوائر العاصمة من 5 سابقاً ل3 فقط. بتضم الدائرة الأولى لواء القويسمة بمختلف مناطقه، القويسمة والجويدة، أبو علندة وخريبة السوق وجاوة واليادودة وأم قصير والمقابلين. بنضاف إلها مناطق ماركة وطارق والنصر وألوية سحاب والجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط. أما الدائرة الانتخابية الثانية فبتشمل لواء قصبة عمان بمناطقها اللي هي اليرموك، راس العين، بدر والمدينة وزهران والعبدلي، وبتضم أيضاً منطقة بسمان من أمانة عمان في لواء ماركة. أما الدائرة الثالثة فبتضم مناطق لواء الجامعة وهي شفا بدران، أبو نصير، صويلح والجبيهة وتلاعي العلي وخلدة وأم السماق، إضافة إلى لواء وادي السير المكون من بدر الجديدة، وادي السير، مرج الحمام ولواء ناعود. أما عروس الشمال محافظة إربد فقسم القانون المحافظة لدائرتين انتخابيتين بدل 4 في القانون السابق. بتضم الدائرة الأولى في إربد ألوية القصبة، الوسطية، بني كنانة والرمثة. أما باقي ألوية المحافظة فبتشكل كلها الدائرة الثانية وهي بني عبيد والمزار الشمالي والطيبة والأغوار الشمالية والكورة. ولحتى تعرف دائرتك الانتخابية ومركز الاقتراع اللي لازم تصوت فيه، الموضوع جدا بسيط، بس ابعت رقمك الوطني برسالة مجانية على الرقم 94455. مع تمنياتنا بعملية انتخابية سلسة وشفافة، والأهم نتائج بتخدم الوطن والمواطن.